التفكير والإبداع. الإبداع مش مجرد فكرة بتخطر على بال الشخص وخلاص، بل هي رحلة تمر بعدة مراحل عشان تقدر توصل لها. نجيب محفوظ كمثال كان عنده أسلوب معين ومنهج ثابت في التعامل مع الكتابة، وده اللي خلاه يوصل لأن هو يكون واحد من أفضل الأدباء في الوطن العربي، وحصل على جائزة نوبل في الأدب. أول خطوة من خطوات التفكير والإبداع هي التحضير والتجميع. نجيب محفوظ ما كانش بيبدأ بالكتابة كده وخلاص، كان دايما بيدرس المجتمع والبيئة اللي حواليه، بيقعد مع الناس في القهاوي، بيتابع السياسة، بيتابع التغيرات الاجتماعية اللي بتحصل لهم. وكان عنده عادة دايما ان هو يجمع افكار صغيرة ويخزنها في ذهنه، ويفضل يحضر فيها لحد ما يحس انها نضجت بما فيه الكفاية عشان يطلعها في اعمال روائية لاحقا. تاني خطوة هي التخمير والتفكير العميق، وده يناقشها باشمهندس احمد بإذن الله. عمرك فكرت ازاي نجيب محفوظ هو الأديب العربي الوحيد اللي حصل على جائزة نوبل؟ الموضوع مش مجرد كتابة، دي كانت عملية تخمير ذهن عميق. انه كان نجيب محفوظ بينزل يقعد على القهاوي، ينزل يقعد يشوف حواري القاهرة القديمة، يحس بالناس، يحس بمعاناتهم، يحس بروح المكان. لكن ما كانش بيكتب وقتها، كان بيسيب كل ده يتخمر في دماغه ويتخمر جواه. زي القهوة بالظبط كده، انك كل ما تسيبها على النار اكتر، تستوي على نار هادي اكتر، كل ما يطلع طعمها احلى واطعم. عشان كده لما تيجي تقرأ في رواياته أو رواياته الثلاثية، تحس إن الشخصيات واقعية، مش من واقع أو مش من خيال، من خيال الكاتب. كان نجيب محفوظ دايما بيقول: أنا راجل ساكت، بس بس دماغي صوتها عالي. فده سر عبقرية نجيب محفوظ. فلو عايز تطلع بفكرة عبقرية زي نجيب محفوظ، إنك تسيب دماغك تسرح. والوقت هننتقل الخطوة رقم 3 مع الباشمهندس كريم في كرياتيف بروسيس. طيب أستاذ نجيب محفوظ لما الفكرة تبقى جاهزة في دماغه بيعمل إيه؟ بيبتدي يكتب بانتظام وبأسلوب منظم جدا، وكان عنده نظام صارم. أول حاجة يصحى يكتب كذا ساعة، وبعد كده ينزل يقابل الناس ويختلط بالناس، وده خلى كتاباته حقيقية جدا ومن واقع، عشان هو ربط كتاباته بالواقع، مش حاجة بس من وحي الخيال. شكرا جدا. كتابنا الكبير نجيب محفوظ ما كانش بيكتب أول نسخة وخلاص، كان بيشتغل عليها. لا، كان بيشتغل عليها، بيعدل ويصلح لحد ما تبقى بأفضل شكل. وده اللي خلى أسلوبه سهل وبسيط، لكن في نفس الوقت عميق. النشر والتفاعل مع الجمهور. لما كانت روايته بتنزل، الناس كانت بتتكلم عنها كتير جدا، وبعدها كان بيعمل جدل، وبعدها كان بيغير فكر المجتمع. مثال مثلا لقصة بتاعته، أو في رواية مثلا زي أولاد حارتنا، اللي خلت الناس كتير تناقش الأفكار الفلسفية اللي فيها. يعني من كتر ما الرواية أولاد حارتنا فيها فلسفة، في ناس كتير تناقشت فيها في الأفكار بتاعتها. وده جزء من الإبداع، إن الكاتب يكون عنده جرأة إنه يعبر عن أفكاره حتى لو عمل ضجة. تمام. الخلاصة في إيه بقى؟ الإبداع إن عند نجيب محفوظ ما كانش مجرد لحظة إلهام، آه لكن كان رحلة طويلة، كانت بتبدأ من الملاحظة والتجميع، وبعدين بالتفكير العميق، وبعد كده بالكتابة، وبعدها المراجعة، وبعد كده في آخر خالص بقى، بعد ما يعمل كل الكلام ده، بيكون بقى إنه ينشر فكرته والتفاعل معاها. وده كان سر نجاحه، اللي خلاه واحد من أعظم كتاب مصر والعالم العربي.